بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. قعدنا نعمل ميزانيات. قلت النهارده اعمل لكم شوية اكل اقتصادي كده هينفع معانا وهيدبر معانا وينفع غدا وينفع فطار وينفع عشاء. تعالوا بقى بصوا سندوتشات الشاورما الجميلة والحاجات دي شاورما كدابة، مش عايزين نقول عليها كدابة، هي شاورما اقتصادية. تعالوا مع بعض هنشوف النهارده هنعمل ايه، كله عملي ان شاء الله باذن الله. يلا بينا على المطبخ. هنا بقى مسكت 3 بطاطسيات زي ما انتي شايفه كده، وقشرناهم عادي خالص زي ما احنا بنعملهم صوابع، وهنمسكهم كده ونحمرهم في شويه زيت. تعالوا بقى مع بعض. انا جبت هنا 3 طماطميات، بس بصراحه هما 2 بس يعني قضوا الغرض، فانا شلت واحده منهم. جبت بصلايه متوسطه وتقطعيها كده اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيها كده زي ما انا مقطعها، عايزه تقطعها مربعات براحتك اللي انت عايزاه. هتقطعيها، وقرن فلفل اخضر وطماطمتين، وخلاص بقى زي ما انت شايفه كده اهو. انا قلت لك في طماطميه زياده خلاص ما حطيتهاش. تعالي بقى على النار، البطاطس اهي بتتحمر. حطيت يا دوبك 3 معالق زيت، انتوا طبعا عارفين ان انا مش بستخدم زيت كتير. وهحط كمان البصل والفلفل يتشوحوا كده مع بعض. وبعدين هقولك التوابل اللي تحطيها على الشاورما، والله عيالك هيحبوها جدا جدا جدا. وبصي مش محتاجه فراخ ولا حاجه، لو يوم يعني ما عندكيش ولا فراخ ولا لحمه، هتمسكي البصل كده وهتحمريه شوية، وبعدين هتحطي عليهم الطماطم لغاية برضو ما يعني تدبل كده شوية يعني، مش كتير. بعد كده بقى البطاطس اهي هنكون طلعناها من على النار، وهقولك التوابل اللي تحطيها عليها. بس قبل ما تكملي الفيديو بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك، وطبعا بحبكم كل التعليقات الجميلة اللي بتجيلي. انا هنا كنت بقلب البطاطس. بصي البطاطس عايزة تحمريها قوي حمريها، بس احنا هنا بنحبها متوسطة كده، ولا هي متحمرة قوي ولا هي طرية قوي. هتحطي عليها بقى يا ستي ملح وفلفل اسود ودي بقى انا جايبه ب5 جنيه توابل شاورما من عند العطار، حتى كنت بوريها لك اهي. هتحطي منها معلقه بس بقى، وشمي بقى الريحه والحلاوه والطعامه. اقسم بالله نفس طعم الشاورما بالظبط. لو انت عايزه يعني تعمليها للولاد بالليل مثلا، او لو يوم ما عندكيش برضو مثلا اكل وعايزه تعملي اكله كده ومش عايزه تنزلي السوق النهارده وتعملي اكله كده عاديه، اهي قدامك بقى وتعمليها في السندوتشات زي ما انت شايفه كده. بعد ما خلصت يا دوبك حطيتها 5 دقايق بس على النار. هحطها بقى في العيش. عايزه تجيبي بقى عيش، ده العيش بتاعنا البلدي العادي. وبس كده هتحط لهم بقى السندوتشات دي. عايزه تعملي جنبها شويه طحينه، اي حاجه اللي انت عايزاه. وبكده نكونوا خلصنا سندوتشات الشاورما. طبعا انا عشان معلش ببقى المطبخ ضيق معلش، وغير كده كمان انتوا عارفين ببقى واقفه مش عارفه اعمل اي حاجه في المطبخ وانا بصور. لما ببقى في وقت عادي خالص بعمل براحتي، لكن وقت التصوير بصراحه انا ببقى خايفه الحاجه على النار ومتوتره والكاميرا جنبي، فمعلش بقى سامحوني. بعد كده جبنا حبه زيت شوية برضو، معلقتين او 3. بصوا انا ما بحط الزيت كتير. وهتجيبي بصلايه وقرن فلفل اخضر. هقولك بقى على طريقتين للفرن او 3 4 طرق. وهنا كان فصين توم، انا نسيت التوم بصراحه فقمت حطيته على اخر حته يعني فصين توم مع البصلايه وقرن الفلفل الحراق. عايزه تحطي قرن فلفل عادي براحتك اللي انت عاوزاه. بعد كده هتقومي مقطعه بقى 3 4 طماطميات وهتحطيهم كده على النار، وهتسيبيهم يعني يتسبكوا شويه كده. وانا هنا بقى كنت هعملك بقى بصي 4 اصناف من الفول، بجد هتعتبر وجبة متكاملة، ولادك هيحبوها جدا. هتجيبي بقى بصي دي ب5 جنيه فول، انا بوريكي الكيسة هنا انا جبت ب10 جنيه فول، عشان هقولك بقى انا من نفس الحاجة دي هعمل حاجتين. فهنحط ب10 جنيه الفول مع زي ما انتوا شايفين كده، مع اللي احنا التتبيلات اللي احنا حطيناها. وهتحطي سنة مية كده عشان انا لقيت الفول طبعا غير الفول اللي احنا بنعمله في البيت. فهحط بقى التوابل هتحطي شطة، وهتحطي ملح، هتحطي فلفل اسمر، هتحطي كمون، هتحطي كزبرة، اللي انتي عاوزة تحطيه حطي عليه. خلاص يبقى التوابل بتاعتنا شطة وملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، واي توابل بقى انت عايزه تحطيها. بس انا بحب التوابل دي بصراحه، وبتدي طعم جميل وريحه جميله قوي قوي للاكل اللي انا بعمله.
بس كده هتحطيه على النار شوية خلاص، لغاية ما يعني شوية كده يعني ايه، انتوا عارفين طبعا الفول كده بنحب نحطه شوية على النار. بس هاخد منهم طبق وهقول لكم بقى. كان عندي 3 كده وحدتات صدق، قمت مقطعاهم وحطاهم على الفول. ده فول بالصدق. لو عندك صدق بقى اي حاجة عندك في التلاجة ممكن تحطي عليه بسطرمة اللي انت عايزاه، بس بيبقى بالصدق جميل. تعالي بقى نشوف تالت وصفة. هتجيبي ب5 جنيه الفول اللي انا جبتهم برضو بوريكم، هتحطي عليهم حبة طحينة. انا للاسف الطحينة ساعات بعملها في البيت بس ما كانش عندي. هتحطي شوية ملح، شوية كمون، ليمونية، عصرت ليمونية وحطيت شوية خل. وهحط انا جبت ب10 جنيه طحينة. شوفي انتي هتجي لو عندك بس حطي معلقة طحينة عليهم بس يا ستي، واضربيهم في الخلاط وهيبقى عندك احلى فول بالخلطة. الفول ده احنا بنشتري السندوتش من بره ب10 جنيه، فانتي ليه اعمليه في البيت اهو. وحطيته بقى في طبق زي الاطباق اللي على عربية الفول ما احنا لازم نخدع العيال كده وبس. زيني بقى بأي حاجة من فوق. هناخد بقى الوصفة الرابعة للفول. هتجيبي قرن فلفل اخضر، خيراية، طماطماية، وهتقومي حاطه الفول. وعايزه تحطيه على النار حطيه براحتك، بس انا هنا كنت عايزه اوريكم يعني ساعات بعمله كده وساعات بحطه على النار. هتحطي بقى كمون. بحط هنا كمون وبحط ليمون وبحط شويه زيت. بس طبعا انتوا عارفين انا ما بحط الزيت كتير، وملح طبعا الملح اللي انت عايزاه. بس هو ده طبق الفول كمان الرابع اللي معانا. ودي فكرة برضو حلوة، ممكن تعمليها للفطار او تعمليها للعشاء معانا. والله ساعات بنعمل في الغدا عادي فول، يعني مش مشكلة، الفول جميل وفيه بروتين كمان. يعني الفول ممكن تعمليه في الدايت عادي. هنا بقى حبيبتي صديقتي الصدوقة جبنة القريش. دي ب20 جنيه جبنة قريش. هنحطها ونحط عليها طماطم وخيار وفلفل. بس انا هنا لقيتها هي عادبة ما فيهاش ملح، فانا حطيت عليها شوية ملح وحطيت زيت. ودي كده كل الاكلات اللي احنا عملناها النهاردة. يا رب يا رب الافكار دي تكون عجبتكم. اكلات اهي اقل من 20 جنيه، هتعملي اكلات فطار وغدا وعشاء. اللي انتي حابة منهم تعمليه على الفطار. انا قلتلك شوية افكار اهي حلوة، يا رب تكون بتعجبكم. وما تنسيش بقى يا قطتي اللايك والاشتراك في القناة. وبحبكم واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. واكتبولي بقى في التعليقات الاكل عجبكم ولا لا.